بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أن أستاذنا أنس التكريشي حفظه الله تعالى سعيد بوجوده بين الكويتيين، احنا سعداء بوجودنا مع العراقيين. أنا حاليا في هذا المكان عندي مؤتمر في القاعة بالأسفل، مؤتمر لصناعة قادة المستقبل، وهي قضية رئيسية جدا لنهضة الأمة. فالأمة تعاني من 5 أزمات رئيسية: أزمة السلوك، وأزمة التخلف، وأزمة الفاعلية. أزمة السلوك، أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، وأزمة الفكر، وأزمة القيادة. هذه الأزمات ال5 هي الأزمات الكبرى التي تعصف بالأمة، وهذا ما نسميه دراسة الواقع. وحتى نستطيع أن ننهض لابد أيضا أن نحدد ملامح المستقبل. ولذلك اسمحوا لي أن أشارككم ب12 نقطة هي أساس لنهضة أي مؤسسة، وهي الأساس لنهضة أي عمل جماعي، وهي الأساس لعملكم كلكم في منظمات واتحادات وجمعيات مباركة. وتحتاج كل هذه المنظمات ما نسميه العمل المؤسسي. واتحاد علماء تركستان الذي حمل الراية لهذا المؤتمر أيضا جدير بأن يهتم بهذه النقاط 12 الذي سأحدثكم عنه. ليس ما تتحدثون أنتم عنه، لأنكم تتحدثون عن قضية أنتم تعايشوها وأنتم يعني تشاركوا في حلها وحضرتم لها، بينما أنا موجود بينكم بالقدر، لأن ليس من عادتي أن أتحدث إلا بتحضير شديد. By the way, I gave them the choice of speaking in Arabic or in English, and they asked me to speak in Arabic. So I could switch to English if you want. فقلت لا أحدثكم في موضوع تركستان بشكل مباشر، سأحدثكم بشكل غير مباشر، وسأحدثكم بحديث ينفع الجميع إذا تحبوا تكتبوا معي بعض النقاط التي تساهم في نهضة المنظمات والجمعيات والاتحادات، بل حتى الشركات والدول. 12 عنصر لنجاح أي منظمة. وعملكم الجماعي المبارك هذا لقضية تركستان إذا لم يهتم بال12 نقطة فسيكون فيه بعض المجالات الضعيفة، وبالتالي يتحول المؤتمر إلى مؤتمر شكوى، نشتكي لبعض، وعواطف، نعبر عن مشاعر لبعض، لكن لا يحقق أي نتائج. وهذه مصيبة كثير من المؤتمرات. فالحل هو أن نتحول إلى عمل جماعي حقيقي، وليس عمل جماعي عاطفي. ولأن الوقت ضيق فدعوني أنطلق مع 12 عنصر للعمل المؤسسي، وهذا عنوان حديثي. أول عنصر يجب التركيز عليه هو الفكرة المركزية. ما هي الفكرة المركزية التي تقوم عليها هذه المنظمة؟ خليني أضرب مثال. أنا حضرت معاكم دقائق، أنا لم أفهم، آسف، أنا لم أفهم ما هي الفكرة المركزية لهذا المؤتمر. هل هذا المؤتمر جاء للتعبير عن تضامن مع الشعب التركستاني؟ هل هو مؤتمر لتحريك قضية تركستان على مستوى العالم، أم هو لعمل تحرير وانفصال عن الصين؟ أنا سمعت كل هذا خلال دقائق. ما هي الفكرة المركزية التي أتيتم من أجلها؟ ماذا تريدون؟ هل جئتم
لبدء عملية تحرير لتركستان؟ أنا بالنسبة لي إذا كانت الفكرة المركزية غير واضحة فالعمل كله سيفشل. فأول شيء يجب أن نركز عليه هو أن نجلس مع بعض ونبلور ما هي الفكرة المركزية. النقطة الثانية، طبعا أنا قاعد أذكر باختصار شديد، وإلا أن نحن ندرب تدريب على هذه العناصر يعني في ساعات طويلة. العنصر الثاني الرئيسي هو القيادة. أي عمل يحتاج إلى قيادة. من الذي سيقود هذه المسألة؟ من الذي سيتولى بعد هذا المؤتمر توصياتكم ولا اقتراحاتكم التي قدمتوها مباركة؟ من الذي سيتولى تنفيذها؟ من الذي سيتولى إدارتها؟ هل هو اتحاد علماء تركستان ولا لجنة ستنبثق من هذا المؤتمر؟ ما هو. طبعا أنا ما قاعد أعترض، أنا قاعد أقول هذه القضايا التي يجب أن تكون واضحة إذا تريد مؤتمركم أن ينجح. وأمر آخر مهم جدا في قضية القيادة قبل أن نتركها هو من هم القادة المستقبليون. بمعنى أي منظمة فاعلة لها قائد، وأي منظمة أكثر فاعلية عندها ما نسميه خطة إحلال succession planning. لو مات هذا القائد مرض لأي سبب، من الذي سيحل مكانه؟ وهل دربناهم ليكونوا مكانه؟ والعلم عندنا يقول يجب أن تحددوا 3 أشخاص مرشحين لأن يكونوا مكان هذا القائد، ويتم تدريبهم لمدة 3 سنوات على الأقل إذا كنتم تريدوا أن تكون المنظمة فاعلة. العنصر الثالث هو الخطة الاستراتيجية. والتخطيط الاستراتيجي هذا علم ندرسه، لكني دعوني أختصر لكم بكلمتين. ماذا تريدون على المدى البعيد؟ ماذا تريدون على المدى البعيد؟ المدى البعيد للمنظمات الصغيرة هو 5 سنوات، لكن لعمل كبير مثل عملكم هو 20 سنة. فماذا تريد أن تحققوا في 20 سنة؟ ما هو الحلم، الفيجن، ما هو الحلم الذي تحلموا به للتركستان الشرقية بعد 20 سنة من الآن؟ هل هي دولة مستقلة، ولا دولة ذات حكم ذاتي، ولا دولة جزء من الصين لا حكم ذاتي لكنها فقط عندهم حقوق دينية؟ ما هو الحلم؟ فإذا الحلم نفسه ما هو واضح عند قادة العمل كيف سيتم تحقيقه؟ العنصر الرابع هو من هم الأعضاء؟ من الذين سيعملوا؟ من الذين سينفذوا؟ في قيادات بس ما في أعضاء. من الذي سيتولى هذا؟ كل الأمة؟ الأمة عندها 20,000 قضية. من الذي سيحمل الراية؟ ومن الذي سيتبع من يحمل الراية لهذه القضية؟ يعني نحن سنشتكي لبعض وبعدين يلا يا علماء تركستان الله وياكم روحوا دبروها. ما يصير. فمن هم الذين سينفذوا، سيكونوا أعضاء؟ ما هي مواصفاتهم؟ ما هي شروطهم؟ وكيف نحركهم وندربهم؟ العنصر الخامس هو النظام. في عمل جماعي يحتاج إلى لوائح ونظم وخطة إدارة. ما هي الأنظمة؟ هل تريدوا من خلال هذا العمل أن تشكلوا اتحاد عالمي لقضية تركستان؟ ماذا تريدون؟ وإذا شكلتوا ما هي ملامح هذا النظام؟ عنصر آخر هو التدريب. هذه الجلسة هدفها الحديث عن الدعاية الإعلامية للصين. الدعاية الإعلامية للصين دعاية قوية، وهي الأقوى منكم، سامحوني، ومن كل الأمة
على المحافل الدولية. نادر من يعرف هذه القضية. طيب، هل تم تدريبكم أنتم وتدريب قيادات تركستان نفسها على العملية الإعلامية التي تريدوا أن تواجهوها؟ ولا كل واحد يروح يدبر نفسه؟ تريدوا عمل فعال، دربوا، جيبوا ناس مختصين يدربوهم على هذا. والخطاب الإعلامي بحكم أننا نمارسه بقوة، وأنا كنت أدير قناة كاملة، الخطاب الإعلامي له 12 وظيفة أساسية، فإذا القائمين لا يعرفوها كيف سيعملوها؟ فنحتاج عملية التدريب. عملية أخرى هي التقنية تكنولوجي، وقد أشار إليها أستاذنا الكريم. ما هو استعمالكم لوسائل التواصل الاجتماعي وما مدى فعاليتها؟ طبعا الوقت ضيق فأنا قاعد بس أذكر العناصر. عنصر آخر هو التسويق، والتسويق علم كامل، كيف ستمارسوه؟ هل هو بالتسويق التقليدي، تلفزيون وصحافة وكذا، ولا الإعلام الجديد؟ ما هي الأدوات؟ عنصر آخر هو الخدمة. ما هي الخدمات التي ستقدموها كأمة وكعلماء وكقادة ستقدموها لأبناء تركستان؟ ماذا يعني أقلية مضطهدة كلنا نشعر بألمها، ماذا سنقدم لهم نحن من خدمات؟ نحن تحدثنا مع بعض، وبعدين هم ماذا سيستفيدوا؟ أمر آخر هو الإبداع. ما في منظمة فاعلة ما عندها إبداع. ما هو الجديد الذي سنقدمه لتركستان الشرقية مما لم يقدم في السنين الماضية، ولا سنكرر ما فعلناه سابقا؟ ثم يأتي أمر المقر، والمقر اليوم انتقل من مكان حقيقي إلى مقر إلكتروني. هل هناك موقع إلكتروني نستطيع أن نرشد له العالم بكل اللغات ليتعرفوا على هذه المأساة؟ ومن الذي سيقوم بهذا الموقع، وكيف سيدار، وكيف سيطور؟ والأمر الأخير هو المال. ما يمكن تعملوا أي شيء إلا بوجود دعم مالي حقيقي. جمع التبرعات علم درسته ودرسته، وأشطر ناس في العالم في هذا العلم هم اليهود، ولذلك رحت أنا درست هذا العلم عند اليهود فنانين. الذي درسني هذا العلم يهودي أمريكي، جمع وحده 600 مليون دولار، منها 50 مليون دولار من دول الخليج، لأنه يتقن فن جمع التبرعات. كلنا نشتكي أن بدون مال ما نستطيع نعمل كل هذه الأشياء، وفي نفس الوقت ما عندنا أي منهجية حقيقية لجمع المال، عندنا طرق تقليدية. هذه 12 عنصر. أتمنى أن مؤتمرنا يزيد ويرتفع من مستوى الحديث إلى مستوى المؤسسية، وهذه 12 عنصر تعطينا هذه المؤسسية. شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.